السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم جميعا. كما شاهدتم في عنوان الفيديو سوف نستمع ماذا قال حفيد دراجي بعد افتتاح ملعب حسين أيت أحمد بتيزي وزو. بدون إطالة شباب، هنستمع ماذا قال حفيد دراجي. حبيت نعمل هذا الفيديو تثمينا للإنجاز الكبير للرياضة الجزائرية بعد تدشين مركب المجاهد الراحل حسين أيت أحمد في مدينة تيزي وزو، والذي جاء ليضاف إلى سلسلة المركبات الرياضية حتى نبقى في الرياضة والإنجازات التي تحققت في السنوات القليلة الماضية، منذ تدشين ملعب ميلود هاتفي في وهران إلى ملعب نيلسون مانديلا في براقي، ثم بعده ملعب علي لابوينت في الدويرة، ليأتي الدور على مدينة تيزي وزو الرياضية الكروية التي استفادت من صرح كروي ورياضي كبير يحتوي على 50,000 مقعد، فندق، موقف للسيارات كبير، مرافق مضمار لألعاب القوى، مرافق رياضية أخرى تستفيد منه ولاية تيزي وزو في انتظار المشروعين الكبيرين في كل من ولاية سطيف وكذلك ولاية ورقلة في الجنوب الجزائري. هذه الإنجازات لم تنتظر حتى تمنح الهيئات الرياضية للجزائر تنظيم أحداث رياضية، بل نظمت الجزائر الأحداث الرياضية قبل أن تدشن هذه الملاعب أو بعدها. نتذكر مع ألعاب البحر الأبيض المتوسط، نتذكر بعدها الألعاب الإفريقية، نتذكر الألعاب العربية، نتذكر بطولة الشان، نتذكر أيضا كثير من الأحداث الرياضية الأخرى التي نظمتها الجزائر حتى قبل ملعب تيزي وزو وقبل ملعب علي لابوينت في الدويرة. الرسالة اللي حبيت نقولها بأنه الإنجازات التي تتحقق للأسرة الرياضية في الجزائر الغاية منها هي توفير كل الإمكانيات الضرورية للشباب الجزائري حتى يمارس هوايته ويمارس رياضته المفضلة دون انتظار تنظيم الأحداث الرياضية. والرسالة الثانية هي أنه الغاية الآن بالإضافة إلى تشييد، غايتنا هي توفير هذه المرافق للشباب بالشكل اللائق، وصيانتها أيضا بالشكل اللائق، وتسييرها أيضا بالشكل اللائق الذي يسمح بالمحافظة عليها ويسمح بديمومتها ويسمح لها بأداء دورها الوظيفي في تطوير الرياضة عموما لعبة كرة القدم خصوصا، وتوفير المرافق اللازمة ليس فقط للرياضيين ولكن حتى للجماهير لكي تتابع مبارياتها في ظروف حسنة. أنا سعيد جدا وفرحان مثل فرحة وسعادة شبابنا في ولاية تيزي وزو وفي منطقة القبائل. وبالمناسبة كنت أتحدث مع واحد الصديق وتذكرت الرئيس السابق محمد شريف حناشي، الأعمار بيد الله، ولكن كنا نتمنى أن يكون حاضرا ليشهد إنجاز هذا الصرح وليشهد افتتاحه. رحمة الله عليه ورحمة الله على كل شهداء الواجب في الجزائر وعلى كل إخواننا في كل مكان، سواء من الأسرة الرياضية أو من باقي الأسر الأخرى في الجزائر. حبيت نعمل هذا الفيديو كذلك باش نعبر عن اعتزازي وافتخاري أيضا بهذا الإنجاز، وأدعو بالمناسبة إلى المزيد من الإنجازات في الرياضة وفي غير الرياضة، لأن شعبنا يستحق وأولادنا يستحقون، بغض النظر عن تنظيم الأحداث الرياضية من عدمها، لأنه الغاية ليست تنظيم أحداث رياضية مهما كان وزنها. الغاية هي خدمة أولادنا وشبابنا وتوفير الظروف اللازمة لهم لكي يمارسوا ويتميزوا ويتألقوا. ما استمعنا جميعا ماذا قال حفيد دراجي بعد افتتاح ملعب حسين أيت أحمد بتيزي وزو المجاهد الكبير. مبروك لكل أهالي تيزي وزو بهذا الملعب الكبير والخرافي للأمانة بعد افتتاح ملعب مولودية الجزائر. الكثير من الملاعب أصبحت في الجزائر بمعايير عالمية مثل نيلسون مانديلا 5 جويلية وحملاوي في قسنطينة، عنابة 19 ماي، والكثير من الملاعب التي تم صيانتها، وحتى ملاعب جديدة
هذا كله يدخل في تحت تطوير الملاعب هنا في الجزائر من أجل استضافة بطولات إن شاء الله كبيرة في المستقبل القريب، مثل كأس أفريقيا وبطولات أخرى بحول الله. المنتخب الوطني الجزائري حتى الآن ما زال يستضيف في ملعب نيلسون مانديلا. وهنالك بعض الأحاديث وبعض المقالات خاصة من جريدة الخبر التي قالت أمس بأن بيكتوفيتش يريد تحويل إلى ملعب 19 مايل بعنابة. المنتخب الوطني كما نعلم جميعا شهر سبتمبر لديه تصفيات كأس أفريقيا بالمغرب 2025، القرعة التي أوقعتهم بين الاستوائية والطوغو وليبيريا مجموعة في المتناول، وإن شاء الله التأهل إلى كأس أفريقيا بالمغرب أواخر عام 2025 سوف تنطلق هذه النسخة حتى بداية عام 2026 إن شاء الله بالتوفيق لمحاربي الصحراء، وإن شاء الله كذلك التأهل إلى مونديال أمريكا وكندا والمكسيك إن شاء الله. وهذا الشيء من فقط وصلنا إلى نهاية الفيديو. ما تنسوش تدعمونا باللايك الفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس لتصلكم كل جديد قريبا. السلام عليكم.